أخطر بقاع الأرض. بيقال إنها سجن لأرواح الكفار أو مكان لسجن الجن العاصي، وكتير جدا من الأقاويل مكان بتسمع منه أصوات غير مفهومة وشكله الخارجي مرعب جدا. كمل معايا الفيديو لحد الآخر عشان تفهم القصة، ولكن ما تنساش فضلا وليس أمرا ادعمني بالاشتراك واللايك المتين عشان الفيديو ينتشر. يلا بينا نكمل الحكاية. بئر برهوت أو سجن أرواح الكفار أو سجن الجن، مكان مخصوص لسجن أرواح الكفار والجن العاصي. المفروض إن بئر برهوت بير مية، ولكن بير مش عادي وبيسبب الرعب لناس كتير جدا. أصوات تعذيب وفجأة تختفي، أصوات سريان مية وتختفي، أمور عجيبة جدا بتحصل جوه البير ده. كتير من الناس حاولوا يكتشفوا إيه اللي جوه البير، وفي ناس عن طريق إن هم بيرسلوا طيارات درون عشان يكتشفوا إيه اللي جوه البير، ولكن الطيارة بتيجي لحد نص البير وبيفقدوا السيطرة عليها. مكان بئر برهوت هو اليمن، أقدم بلد على وجه الأرض، ويقال إن الجن سكنوها مع البشر. موجود البير ده في منطقة اسمها حضرموت، وبيقال أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه وقال إن أحسن مية على وجه الأرض هي مية زمزم، وأشر مية على وجه الأرض هي مية بئر برهوت في حضرموت. وبيقولوا برضو إن هي نقطة نهاية العالم وبداية يوم القيامة. مساحة قطر البير ده حوالي 50 متر، والعمق من 250 ل 400 متر. وبيقولوا برضو إن البير ده مش من صنع الإنسان، وإنه موجود من قرون، وإن ملوك الجن هي اللي حفروه عشان يبقى سجن للجن العاصي، والله أعلم. وفي الأوقات العادية البير ده انت ما بتشوفش اي حاجة جواه غير ظلام في ظلام، ولكن انت تقدر تشوف عمق البير لما تكون الشمس متعامدة فوق فوهة البير ده. بتشوف جواه اشجار وحمام وتعابين عملاقة جدا ولونها اسود. الغريب في الامر ان البير هو الوحيد اللي جواه اشجار، لان حواليه صحراء من كل مكان، وده شيء غريب. وكمان في قصص غريبة جدا عن البير، ان في راجل حاول ينزل جوه البير ده وما طلعش منه، وإن في امرأة سابت ابنها عشان ترعى الغنم ورجعت ما لقتهوش. وبرضه من ضمن الأقاويل إن ملك من ملوك حمير استعان بالجن لحفر البير، ولما الملك ده مات الجن سكن البير، وكان عايز هو البير ده عشان يحط فيه الكنوز بتاعته. وزي ما قلت لكم الملك مات من هنا وهم سكنوا البير، والله أعلم. ومعنى كلمة برهوت باللغة الحميرية أرض الجن. ومن الأقاويل اللي اتقالت برضه إن كان في مرة 2 مسافرين وتعبوا، ومن حظهم السيء إن هم كانوا في وادي برهوت، وكانوا طول الليل بيسمعوا اسم يا دوما يا دوما. وبيقال إن هو ده ملك الموت اللي مكلف بأرواح الكفار. وكتير من الأقاويل عن بئر برهوت، ولحد النهاردة محدش عارف عن البير أي حاجة، وناس كتير جدا حاولوا يستكشفوا الأمر ولكن مفيش أي نتيجة. وده برضو ممكن يكون شكله سر من الأسرار الكتير اللي محدش يعرف عنها حاجة. وهنا القصة خلصت. لو عجبتك انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. اهم حاجة دعمك ليا بالاشتراك عشان القناة تكبر وهتكبر بيكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.